أهلا بيكم في فهمناكو. لو دي أول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نكمل محاضرتنا التاسعة في الإنجليزي. عالم البيزنس زيه زي أي مجال متخصص له لغة خاصة بيه. كلمات زي ستارت اب وبي تو بي دي مش مجرد مصطلحات صعبة، لا، دي المفاتيح اللي بتفتح أبواب فهم الشركات دي بتشتغل إزاي. في رحلتنا السريعة دي هنفك شفرة أهم المفاهيم دي مع بعض. طيب، إيه خطتنا النهاردة؟ هنمشيها خطوة خطوة. هنبدأ بلغة التجارة العالمية، وبعدين هندخل في المصطلحات اللي بنستخدمها وإحنا بنأسس مشروع جديد، وبعدها إدارة العمليات اليومية، وهنختم طبعاً بلغة الفلوس والأرقام. وفي الآخر هنجمع كل ده في صندوق أدوات لغوي يساعدنا في شغلنا. خلينا نبدأ بالأهم، لغة التجارة العالمية. بصراحة في العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي كل حاجة متوصلة ببعض، فمعرفة المصطلحات التجارية بالإنجليزي ما بقتش رفاهية أو حاجة إضافية، دي ضرورة حتمية لأي حد عايز ينجح ويتواصل بشكل فعال في مجاله. والمقولة دي بتلخص كل حاجة. الموضوع مش إننا نحفظ كلمتين وخلاص، لأ، الموضوع إننا نكتسب مهارة حقيقية. لما بنفهم اللغة دي بنقدر نتكلم بثقة أكبر وناخد قرارات أحسن ونتحول من مجرد متفرج للاعب أساسي في الملعب. تمام قوي. يلا بينا بقى ندخل في الجد ونشوف الكلام ده بيتطبق إزاي. هنبدأ بأكتر مرحلة حماسية، إطلاق مشروع جديد. في شوية مصطلحات معينة لازم نكون عارفينها عشان نقدر نتكلم صح عن بداية أي شركة. أول مصطلح وأشهرهم طبعاً هو تك ستارت اب. يعني إيه؟ دي مش مجرد شركة جديدة وخلاص. دي شركة بتتبني على فكرة تكنولوجية مبتكرة هدفها الأساسي إنها تكبر بسرعة الصاروخ وتغير شكل السوق. لما بنفكر في فيسبوك أو أوبر زمان في بدايتهم، إحنا بنتكلم عن كيانات صغيرة كانت بتحلم تغير قواعد اللعبة تماماً، وده هو جوهر الستارت اب. طيب، قبل ما الشركة دي تنزل بالمنتج بتاعها لازم تتأكد إن الناس هتحبه. هنا بقى بيجي دور الفوكس جروب. تخيل معايا كده إنك بتجمع كام عميل محتمل في أوضة وتخليهم يجربوا المنتج ويقولوا رأيه بمنتهى الصراحة. الآراء دي بتبقى كنز حرفياً، بتساعد الشركة تتجنب أخطاء كانت ممكن تكلفها كتير قوي. جميل. طب الشركة دي هتبيع لمين؟ هنا منفرق بين طريقين أساسيين، B2B و B2C. لو شركة بتبيع برامج محاسبة لشركات تانية فده اسمه B2B أو Business to Business. لكن لو سوبر ماركت بيبيع منتجاته لينا إحنا كأفراد فده اسمه B2C أو Business to Consumer. التحديد ده بيغير استراتيجية الشركة بالكامل. كل اللي قلناه ده بيصب في هدف واحد: Hitting Growth Targets. ده المقياس الحقيقي لنجاح أي مشروع جديد. مش كفاية أبداً إن الفكرة تبقى حلوة، لأ، لازم تترجم لنمو حقيقي على أرض الواقع، سواء بقى بزيادة المبيعات أو عدد العملاء أو الحصة في السوق. دلوقتي خلينا نتنقل من التأسيس للإدارة. بعد ما الشركة بتقف على رجليها بتبدأ رحلة جديدة وهي إدارة العمليات اليومية. ودي كمان ليها مصطلحاتها الخاصة اللي بتوصف إزاي الشركة بتتنظم وبتشتغل من جوه. في أي شركة لازم يكون في شخص بنعتبره صديق العميل جوه الشركة. الشخص ده هو الأكاونت مانجر أو مدير الحساب. مهمته مش بس يبيع، لأ، مهمته الأساسية إنه يبني علاقة طويلة مع العملاء، يفهم مشاكلهم ويضمن إنهم دايماً مبسوطين. هو حلقة الوصل اللي بتخلي العميل يحس بالاهتمام. أي شركة بتكبر بتسأل نفسها سؤال مهم: إزاي نشتغل بكفاءة أعلى؟ وهنا ممكن يظهر مصطلح رسمي زي Administrative Staffing Productivity Committee. بالرغم من إن اسمه ممكن يخض، فكرته بسيطة جداً: شوية موظفين بيقعدوا مع بعض عشان يلاقوا طرق تخلي الشغل الإداري أسرع وأحسن للكل. كتير بنسمع عن مصطلح باك أوفيس، دول الأبطال اللي شغالين ورا الكواليس عشان المركب تفضل ماشية. بنتكلم هنا عن أقسام زي المحاسبة والموارد البشرية والدعم الفني. هم يمكن مش بيتعاملوا مع العملاء وش لوش، بس من غيرهم الشركة كلها بتقع. وفي عالم البزنس الحديث مش كل الشركات عملاقة. مصطلح Tiny One Person Operations بيوصف الأعمال اللي بيقوم بيها شخص واحد بس. بنشوف ده كتير قوي مع الفريلانسرز وأصحاب المشاريع الصغيرة جدا اللي بيقدموا كل حاجة بنفسهم. طيب، مع كل العمليات دي سواء كانت لشركة ناشئة أو شركة كبيرة، إزاي نقدر نعرف فعلا إذا كانت الشركة دي صحتها كويسة وقوية ولا لأ؟ السؤال ده بينقلنا لأهم جزء في لغة البيزنس كلها، والإجابة على السؤال ده موجودة في لغة واحدة بس كل الشركات في العالم بتفهمها: لغة الأرقام والفلوس. دي اللغة اللي بتكشف الصحة الحقيقية لأي بيزنس. يلا بينا نتعرف على كام مصطلح مهم فيها. أي كلام عن الماليات لازم يبدأ بمفهومين أساسيين: الأصول أو assets والالتزامات أو liabilities.
ببساطة شديدة فكر فيها كده، الأصول هي كل حاجة الشركة ليها، أما الالتزامات فهي كل حاجة على الشركة. التوازن بينهم هو اللي بيحدد وضع الشركة. لما نقول أصول أو assets إحنا بنتكلم عن كل ممتلكات الشركة اللي ليها قيمة. دي ممكن تكون حاجات ملموسة زي الفلوس اللي في البنك، المباني والمعدات، وممكن كمان تكون حاجات غير ملموسة بس قيمتها ضخمة جدا زي براءات الاختراع أو سمعة البراند نفسه. وعلى الناحية التانية بقى عندنا الالتزامات أو liabilities، ودي كل الديون اللي على الشركة زي القروض من البنك أو فواتير الموردين اللي لسه ما اتدفعتش أو أي فلوس تانية الشركة مطالبة بيها. إدارة الديون دي جزء أساسي من الإدارة المالية الناجحة. مصطلح crediting كمان بنسمعه كتير، في أبسط صورة معناه إضافة فلوس لحساب، زي مثلا لما شركة بترجع فلوس لعميل هي بتعمل credit أو إيداع لحسابه. ده جزء من نظام المحاسبة اللي بيوازن بين اللي داخل واللي خارج. في مصطلحات تانية بتكون أعقد شوية وليها جانب قانوني زي attachment of earnings. ده ببساطة إجراء قانوني بيحصل لما المحكمة تؤمر بالحجز على جزء من مرتب شخص أو دخل شركة عشان يسددوا دين معين، وده بيورينا إزاي لغة الماليات ممكن تتقاطع مع القانون. وبكده نكون غطينا مجموعة متنوعة من المصطلحات. الخطوة الأخيرة بقى هي إننا نجمع كل ده ونبص له كصندوق أدوات لغوي نقدر نستخدمه في أي موقف شغل. لو حبينا نلخص رحلتنا هنلاقي إننا مرينا على أهم 3 محطات: مصطلحات تأسيس المشاريع، وبعدها مصطلحات الإدارة اليومية، وأخيراً لغة الفلوس والأرقام اللي بتقيس صحة أي بيزنس. الخلاصة هنا واضحة، اللغة قوة، والمفردات دي مش مجرد كلمات بنحفظها وخلاص، دي أدوات بنضيفها لصندوق أدواتنا المهنية. كل مصطلح جديد هو أداة بتخلينا نفهم أعمق، نتواصل بفعالية أكبر، وناخد قرارات أحسن في عالم التجارة. والآن السؤال اللي هنسيبه مفتوح للتفكير بعد ما بنينا الأساس ده، إيه هو المصطلح الجاي اللي كل واحد فينا محتاج يضيفه لقاموسه المهني عشان يكمل رحلة التطور والتعلم المستمر في عالم البزنس؟